سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. هنحل مع بعض محافظة القليوبية، المحافظة الرابعة، موجودة في كتاب الأضواء صفحة 240. تعالوا بينا نبدأ. السؤال الأول بيقول لك يوم وخمس ساعات، وهو عايزها بالساعات. طيب اليوم كام ساعة؟ 24. زود عليهم 5 يبقى 9 و20، يبقى الإجابة 29. نيجي بعد كده السؤال التاني بيقول لي 13 زائد صفر يساوي كام؟ 13. طالما في صفر على طول يبقى دي خاصية العنصر المحايد الجمعي. السؤال التالت بيقول لي مستطيل طوله ال وعرضه دبليو فإن محيطه. المحيط الطول زائد العرض في 2، يعني ال زائد دبليو في 2. ونشوف مع بعض السؤال الرابع بيقول لي 19 لتر و90 ملي. اللتر فيه 1000 يبقى 19090. 19090 الإجابة رقم باء. سؤال 5، أي حاجة في صفر بصفر معروفة. سؤال 6 بيقول لي العدد 45. طيب الخمسة في كام يدينا 45؟ 5 في 9 يبقى الإجابة 9. سؤال 7 بيقول لي العامل المشترك الأكبر للعددين 6 و12. طالما هو عايز العامل المشترك الأكبر، وطالما الستة نص ال12، خد الصغير اللي هو الستة. طيب لو كان الميم ألف كنت هناخد ال12. طيب ثانيا أكمل ما يأتي. السؤال الثامن بيقول لي في النموذج الشريط المقابل قيمة البي. هنجمع الاتنين دول. 0 زائد 1 1، 0 زائد 0 0، 0 زائد 9 9، 1 زائد 9 10، يعني 10901. نيجي للسؤال التاسع بيقول لي الصيغة القياسية التي تكافئ الصيغة العادية 38,600,902. بالظبط كده. سؤال 10 بيقول لي بص كده الحركة ديت، ال12 طالما مكتوبة يبقى فاضل ال48. 11 العدد 18 يساوي. طيب التلاتة في كام يدينا 18؟ 3 في 6. 360 على الاتنين فيها الكام؟ 3 على الاتنين فيها الواحد، نطرح ننزل ل6، 16 على 2 فيها 8، ونطلع الصفر ده مرة واحدة بس يبقى 180. حتى انت لو ضربت الاتنين في 180 هتعطيك 360. السؤال التالت بيقول لي صندوق كتلته 5 كيلو 700 جرام فإن كتلته بالجرام، يبقى 5700. سؤال 14 بيقول لي القيمة المكانية لرقم 3. القيمة المكانية لرقم 3 ملايين أو أحد الملايين، سواء ملايين صح أو أحد الملايين برضو صح. سؤال 15 بيقول لي حل المسألة دي. هضرب الأول الاتنين في 9 ب18، هضرب تاني 18 في 2 ب36، بعد كده هجمع التمانية ديت وأطرح 6. 6 زائد 8 14، 4 معانا الواحد، 3 1 4، نقص منهم 6، 44 ناقص 6 يبقى 40 ناقص 2 يبقى 38، يبقى الإجابة 38. يبقى الضرب الأول وبعد كده أخلص الضرب كله وأروح للجمع والطرح آخر حاجة. نكمل الاختبار معانا ونشوف. ثالثا أي مما يلي ليس مضاعف للعدد 7؟ 36، لأن 6 في 7 ب42، 4 في 7 ب28. إنما في رقم تضربه في السبعة يعطيك 36؟ مفيش. سؤال 17 بيقول التقريب الأقرب 10,000. 10,000 هتحط 4 أصفار، لأن 10 صفر وال1000 3، وهتبص للرقم الرابع اللي هو الأربعة. الأربعة دي بخيلة ما تديش للتلاتة حاجة، يبقى الإجابة 30,000 رقم ج. سؤال 18 بيقول لي اطرح 3 ناقص 7. مينفعش طبعا، استلف. 13 ناقص 7 6، و5 ناقص 4 1، و6 ناقص 2 4، و4 ناقص 2 2، و4 ناقص 2 2، 22,416. الإجابة رقم د. سؤال 19 بيقول لي ما الصيغة القياسية للصيغة العددية 18 مليون و605,000. 18 مليون اهمت، 605,000 اهمت، 3 أصفار. رقم ألف. سؤال 20 أي الأعداد التالية هي عدد أولي؟ 11 هو العدد الأولي.
سؤال 21 بيقول لي 4 دقائق و20 ثانية. الدقيقة فيها 60، اضرب الأربعة في 60، صفر والأربعة في 6 ب24، 240. زود عليهم ال20 دولت يبقى 260. سؤال 22 بيقول لي ده مقرب لأقرب إيه؟ هما طالما دول 3 أصفار يبقى أقرب 1000، لأن ال1000 هو اللي ليه 3 أصفار. رابعا أجب عما يأتي. أوجد عين ميم ألف للعددين 15 و25. طيب ال15 3 في 5، وال25 5 في 5. خلي بالك أنا مينفعش أكتب ال5 تحت ال3، هكتبها بره. اللي اتكرر بس هو ده الحل، اخد واحدة منهم بس يبقى الإجابة 5. يبقى العين ميم ألف 5. سؤال 24 بيقول لي رتب الصيغ العادية التالية ترتيبا تنازليا. طيب هاجي عند الفصلات بس أوضحها كده. تنازلي يعني من الكبير للصغير. أكبر حاجة عندي 9 مليون، خليها رقم 1. 5 مليون رقم 2. 900 ألف رقم 3. 550 ألف رقم 4. سؤال 25 بيقول لي يوجد 20 ألف نملة في المستعمرة، خرج منهم 1500. كم نملة لم تغادر؟ هتطرح 20 ألف ناقص 1500. صفر ناقص صفر هو الصفر. صفر ناقص صفر هو الصفر. صفر ناقص 5 مينفعش هستلف، تبقى دي 9 ودي 10. 10 ناقص 5 5. 9 ناقص 1 8. 1 ومفيش هو الواحد. يبقى 18500 نملة لم تغادر. نملة. سؤال 26 بيقول لي قطعة أرض على شكل مربع طول ضلعه 6. أوجد المساحة. هو مربع؟ أيوه مربع. طيب مساحة المربع طول الضلع في نفسه، يبقى المساحة تساوي 6 في 6، تبقى الإجابة 36. يبقى متر. يبقى المساحة 36 متر. بكده نكون حلينا المحافظة الرابعة. محافظة القليوبية. طبعا كانت محافظة مهمة جدا جدا، فيها أسئلة في غاية الأهمية. في الفيديوهات القادمة هنكمل باقي المحافظات إن شاء الله، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وانتظروا باقي حل كتاب الأضواء الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.